ليالي الشتاء القارسة على وشك البداية في القرية. كانت تاليا تساعد زوجها في التحضير لموسم الحرث، فالمطر في هذه السنة هطل وارتوت الأرض، ففرحت تاليا وزوجها كثيرا، فهو مصدر رزقهما. وكان الهواء باردا يلسع الوجوه، ورائحة التراب المبلل تغمر المكان، وكأن الأرض تنبض حياة بعد طول عطش. في تلك الليلة، بعد أن نام أطفالهما، جهز كل شيء وجلس يتحدثان عما يمكن زراعته في أرضهما الصغيرة. أخبرته تاليا أنه يستحسن زراعة الأرض القريبة شعيرا وذرة، والأرض البعيدة عن القرية شجيرات التفاح واللوز والبرتقال. وكانت النار الصغيرة تشتعل قربهما، تتمايل ألسنتها مع صوت الريح، فتزيد في تلك الليلة الطويلة. وافقها الرأي، ولكنه تذكر أن الأرض البعيدة تقع أسفل الجبل، وموسم الثلوج مقبل، وستتضرر الشتلات. قرر تقسيم الأرض القريبة بين القمح والشعير وبعض الشجيرات والخضر، أما أرض الجبل فهي صالحة لزراعة الذرة بعد نهاية الشتاء. في الصباح الباكر بدأ الزوجان العمل، وأوصت الأم ابنتها ذات ال10 سنوات أن تهتم بأخيها الصغير ولا تغفل عنه. كانت بعض الغيوم والرياح الخفيفة تنذر بدخول الشتاء ومغادرة الخريف، وكانت رائحة الحطب المحترق تتصاعد من بيوت القرية، وصوت الدجاج والبهائم يوحي بيوم عمل طويل ينتظر الجميع. بعد يوم طويل من العمل، عاد الزوجان إلى المنزل، وكان صمت ما بعد الظهر يكسره لعب أطفالهما الثلاثة. ولم يكن اليوم مختلفا عن العادة، حتى خرج الزوج إلى أصدقائه في مقهى القرية، فتناقل البعض خبرا أزعجه كثيرا. عاد وهو صامت. تحاول تاليا محادثته، فيجيبها بكلمات مقتضبة، فأحست أن شيئا ما يخفيه. وكان نظره شاردا، كأن شيئا ثقيلا سقط على قلبه. سألت: ما بك؟ نظر إليها وقال: لا شيء. ولكنها أصرت، فأخبرها أنه قد يضطر لمغادرة القرية مع كل الشباب القادرين على حماية الوطن في الحدود، وهو أمر لا يستطيع رفضه حتى المتزوجون. وكان صوته يرتجف قليلا رغم محاولته إخفاء ذلك، كأنه يقاوم خوفا لا يريد لها أن تراه. نزل الخبر كالصاعقة على تاليا. صمتت قبل أن تقول في آخر محاولاتها: تظاهر بالمرض. أجابها: لا يمكن، الكل سيشهد أنني بخير. ساد الصمت، ثم حاول تخفيف خوفها: لا بأس عزيزة، لن يتجاوز الأمر أياما وأعود. اعتني بالأطفال وبنفسك وبأرضنا. وكانت عيناه تلمعان بقلق حاول إخفاءه، لكنه ظهر رغما عنه. كانت كلماته سهما صائبا في قلبها، أحستها وكأنها وداع أبدي. سألته بنبرة حزينة: ومتى ستذهب؟ صمت قليلا، ثم قال: غدا. فأجابت بسرعة وبصوت ضعيف: أبهذه السرعة؟ قال: نعم عزيزتي، إنه ليس سهلا علي. أرجوك لا تبكي، فهذا يحطمني. تعانقت الأجساد المتعبة والأرواح المجروحة في تلك الليلة الباردة، وكانت الريح تعصف خارج البيت، كأن الشتاء نفسه يبكي معهما. وكم من بيت في تلك الليلة أطفئت شموعه على دموع الحب ولوعة الفراق. مر اليوم ثقيلا على تاليا وكل أحباء المغادرين. الأطفال والزوجات واقفون على الطريق يودعون العربات التي تقل أحباءهم. مرت أيام وأيام، وتاليا تعتني بكل شيء: الأطفال، الأرض، والحيوانات. كلما أحست بضعف، أعادت قراءة رسائل زوجها القليلة، التي لا تصل إلا بعد وصول الشوق والخوف إلى أشدهما. وكانت أحيانا تبكي بصمت وهي تمسك الورق بيدين مرتجفتين. في إحدى الليالي، جلست تحدث نفسها أمام شمعة ذابلة كروحها: لقد قال أياما، ولكن الآن شهران. لقد تعبت.
أريد زوجي. أتمنى أنك بخير. توالت الأيام شهورا، وحان موسم الحصاد. وقررت تاليا أن تعتني بالأرض البعيدة التي تركت لزراعة الذرة، وبسبب بعدها استعانت بأمها لتعتني بالأطفال، وأخذت معها ابنتها الكبرى. وكان الطريق طويلا وهادئا، لا يسمع فيه إلا صوت العربة واحتكاك العجلات بالحجارة. حملت ما تحتاجه في العربة، وذهبت لحرث الأرض. لم يكن الأمر سهلا، وكان خيال زوجها لا يفارقها. وتمنت لو أنه معها، فقد تأخرت رسائله هذه المرة. عادت عند الغروب متعبة، ترجو أن تجد رسالة منه، ولكنها وجدت بدلا منها أخبارا سيئة. بعض شباب القرية قد قتلوا. وكان صراخ النساء وبكاء الأمهات يمزق سكون المساء. لم تتحمل تاليا ذلك، فانهارت بكاء تنادي زوجها في الفراغ: ارجع أرجوك. قبل أن يغمى عليها، عندما استيقظت وجدت أمها وابنتها يعتنين بها. سألت بأول نفس: أين زوجي؟ ألم يأت؟ اشتد المرض على تاليا، وكل أملها أن يعود. قال الطبيب بعد أن عجز: نتمنى أن يعود زوجها قبل أن تموت. بعدت الأيام، وهزل جسمها، ولكن قلبها بقي ينتظره. حتى ذات صباح سمع خرير العربات وصهيل الخيول يشقان سكون القرية. لقد عادوا، ولكن لم يعد الجميع، فبعضهم عاد رفادا. وكانت القرية كلها تقف، تتنفس الخوف والأمل معا. استجمعت تاليا ما بقي لها من قوة، وخرجت وهي تردد: زوجي، حبيبي. خيم الصمت، حتى ظنت أن آخر آمالها قد مات. ولكنها لمحت شخصا يقترب. لم يكن كما غادر. كان زوجها جون، يسير بعكاز، وكان جسده هزيلا، ووجهه ممتلئا بالغبار والتعب، لكن عينيه كانتا تبحثان عنها بشوق حارق. تقدم ثقيلا، ولكن عينيه تقولان كل شيء. ارتمى في حضنها يبكي ويردد: سامحيني، سامحيني يا حبيبتي. كان عناقا حرا، اختلطت فيه دموع الشوق والحزن والنجاة. كان كأنه يحتضن الحياة نفسها. اختفت آلام تاليا، فقلبها قد تعاف. ورغم أن زوجها عاد بعاهة، فقد حمدت الله على أنه عاد حيا، وأنه سيبقى بجانبها دائما.